السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. مادتنا لهذا اليوم هي مادة الاجتماعيات، وهي عبارة عن مراجعة سهلة وسريعة للمادة. يعني راح أقول لكم أسئلة وزارية مكررة من سنة 2018 لجميع الأدوار وتقدرون تقروها ليلة الامتحان. يلا نبدي بسم الله. التعاريف: باكرمان مكرر وزاري مرتين من 2018 تكرر بال24. قلعة أربيل، نهر ديالى 3 مرات، سد الموصل، بغداد مرتين، الصدق مرتين واحتمال يجي هاي السنة إن شاء الله، الجسر العباسي 3 مرات، الزاب الكبير مرتين، سد حديثة، حقل الأحدب، الكحلاء، العمل، حصى روست 3 مرات، شهر زور، هور الحمار، خان الربيع مرتين، المجتمع العراقي 3 مرات واحتمال يجي هاي السنة إن شاء الله، دهوك، آشور 3 مرات، مناخ السهوب 3 مرات واحتمال يجي هاي السنة إن شاء الله، الإسراف، هالقرد 3 مرات، الخابور، الصناعات الاستخراجية مرتين، جدول تخلية المجرة، مدينة الوركاء 3 مرات، الكرم، بيخير الجبل الأبيض، سد دوكان، نمرود كالح مرتين، جدول الكحلاء، البصرة، الممتلكات العامة، جبال طوروس، فيش خابور، زاموا، نمريك، العصر الحجري القديم 3 مرات احتمال يجي هاي السنة إن شاء الله، الزاب الصغير، مدينة أور، قلعة العمادية الأثرية مرتين، بحيرة ساوة مرتين، مدينة نفر مرتين، العيون والينابيع، مدينة كيش مرتين، مرقد الإمام الأعظم، مدينة بورسبا، الزقورة مرتين، سدة الكوت، التعاون مرتين، قصر الأخيضر، الخط الاستراتيجي، أم الربيعين، تجريت، الروضة الحسينية، بحيرة الثرثار، الأمانة، سليمان باشا الكبير، مصيف سولاف. التعاليل: المناخ السائد في محافظة صلاح الدين هو المناخ الصحراوي. يتميز الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك بأهمية كبيرة. الوقت من الأمور المهمة لدى كل فرد. لقبت محافظة النجف الأشرف بوادي السلام. سميت محافظة الديوانية بالقادسية. سميت محافظة نينوى بأم الربيعين. تحظى طرق النقل في محافظة كربلاء المقدسة بأهمية كبيرة. إن كثيراً من الناس يسافرون إلى المنطقة الشمالية من العراق في فصل الصيف. اقتصار اعتماد محافظة كربلاء المقدسة على نهر الفرات والمياه الجوفية. التعدادات: عدد 5 من حقوق المواطن العراقي، عدد 5 من مكونات المجتمع العراقي، عدد الروابط التاريخية والاجتماعية للمجتمع العراقي، عدد 5 من الصناعات التي تشتهر بها محافظة بغداد، عدد أهم المدن التاريخية في محافظة نينوى. الرسومات: ارسم خريطة العراق ثم حدد عليها أقسام سطح العراق. ارسم خريطة العراق موضحاً عليها 5 من المحافظات. ارسم مخططاً يوضح حقوق المواطن العراقي وواجباته. ولهنا نكون خلصنا مراجعة مادة الاجتماعيات. في أمان الله.